هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب لأداء فريضة الحج؟ وأقول فريضة وليست حج النافلة، ما دامت هي قادرة ومستطيعة وهو غير قادر وغير مستطيع لأداء هذه الفريضة في هذا الوقت أم لا يجوز؟ تعالوا نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليحسم الخلاف في هذه المسألة، حينما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي ذهبت للحج وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. نفهم من هذا أن المرأة سافرت وحدها ولم يذهب معها زوجها ولم يمنعها من أداء فريضة الحج لأنها كانت مستطيعة وهو غير مستطيع لانشغاله بالغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إن كان الحج حج فريضة. أما لو كان نافلة فمن حق الزوج أن يمنع زوجته من الذهاب